محمد وآل محمد. اليوم راح نسوي إن شاء الله مسخن الدجاج بطريقة عراقية. هاي إن شاء الله هنا هو بصل ثرمت، يعني تقريبا 3 روس كبار، وهذا راس صغير من البصل الأحمر. عندي هنا سماق، أكثر شي بالمسخن يخلون سماق، وزنجبيل وكركم وكاري وكزبرة وشوية شطة، ما نحبه حار. وهاي الدجاج غسلته بمي وخل أبيض، نظفته كلش زين. هنا برش ليمونة بس 2 ثوم الفليفر يعني الطعم. هنا عصير ليمون كامل. هاي راح نحط زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. وشي راح نشوح الدجاج. نطلع الدجاج ونضيف البصل. ضفنا البصل شوية بس يتشرح ندير التوابل. نقلنا الهيش مرحلة هضيف التوابل. ذلك فرش الليمون والثوم. شوف اللون حبايب الغير، إذا احتاجينا سماق نضيف. هنا راح أضيف الدجاج. هاي الصلصة راح أدير عليه شوية سماق، هذا الليمون، شوية مي بالملح. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيفه هسه على الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه نغطيه تركه لحد ما يستوي. حبايب استوى عندنا الدجاج ما شاء الله. شوية صار بيه مي، احنا نحب المي. راح ادخله للفرن يتحمص من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي حبايب وصلنا لهاي المرحلة ما شاء الله شلون تحمص. هسه نصبه ونراويكم. هنا حبايب راح نصبه. كملناه وصبيناه صار ولا أروع. سهمنا وسهمكم العافية.